رسميا رودري يصبح ثاني لاعب بالتاريخ يسرق الكرة الذهبية بعد اللص الكبير كاميرا ووو. تتذكرون من كان بلاتر يعيب على رونالدو ويمدح بميسي ويجيب ويشمر بهالكرة الذهبية على كاميرا ووو؟ تتذكرون لو لا؟ الشغلة علنية من زمان، علنوها ما خايفين من واحد، يعني مو جديدة على فرانس فوتبول. فرانس بول علنيها ما خايفين، فوق ما انطوا الكرة الذهبية الواحد ما عرقان بدريس، اجوا يتمسخرون بقناتهم، ينزلون له صورة فوتوشوب ويتمسخرون على فينيسيوس، دا يقول لك اني اكرهه، انا دا اتمسخر عليه، مثل ما كان بلاتر يعيب على رونالدو يعطي الكرة الذهبية لميسي، مثل ما هم انطوها رودري بعناد بيريز بعناد فينيسيوس. ماكو شيء مضموم حتى نكتشفه، هم الناس عالنيها عين عينك. لعد كاميرا ووو شلون اخذ 8؟ لا مو 8 مال بايرن، شلون اخذ 8 كرات ذهبيه غير بهالطريقه؟ يا عيني نجيبها من 2010. كنا نعرف ان شنايدر اخذ دوري ابطال اوروبا ونيستا اخذ كاس العالم، زين تعطوها لميسي ليش؟ والله ميسي كان يوم عيد ميلاده وطيناه هديه. لا والله صدق شنو المعايير؟ كاس العالم اخذ نيستا، دوري ابطال اوروبا اخذ شنايدر، ليش تعطوها لميسي؟ ليش؟ غير تفهمونه؟ عوفك من هاي. اجى هالاند بالموسم الراح قلب الدنيا قلب، ما خلى جائزه ما اخذها، حتى جوائز من الكره الطائره وكره السله انطوه، اجوا انطوها لميسي ليش؟ والله ما اخذ قبل 100 سنه كاس العالم. حبيبي انت شلون تقيس المعايير؟ اذا على كاس العالم فانيستا ليش ما اعطيته اياه ب 2010؟ اذا على دوري الابطال فشنايدر ليش ما اعطيته ب 2010؟ واذا على الانجازات الجماعيه والفرديه فهالاند حاط رجله بكره القدم بالموسم السابق ما خلى شيء ما اخذه، حتى الكاميرات تصورته وهو ياخذ بطولات وهو ياخذ جوائز اخذهن. شو يسوي بعد حتى تنطوه؟ ليش اعطيتوها لميسي؟ والله عنده كاس العالم. انيستا ليش ما اعطيتوه اياه؟ مو كان عنده كاس العالم؟ هالاند ليش ما اعطيتوه؟ فهموني يلا فهموني. خلي يجي اكبر واحد اتحداه يجي يحكي وياي ويشوف الفيديو مالتي ويقول لي ليش انطوا لميسي او ليش انطوا الرودري. تجي الرودري يابا انت ايش عندك؟ بيلينغهام عنده اهداف بذاك الموسم واسيستات اكثر من عندك، وماخذ دوري الابطال وماخذ سوبر الاوروبي وماخذ السوبر الاسباني وماخذ الدوري الاسباني، حسم من الدوري الاسباني وحده وشارك بدوري الابطال. تقول لا ما نحسبها على الانجازات الفرديه، نحسبها على الجماعيه، البطولات. كارفاخال اكثر من رودري، اخذ وياه الامم الاوروبيه واخذ دوري الابطال واخذ السوبر الاوروبي واخذ السوبر الاسباني واخذ الدوري الاسباني، وكان لاعب يشق بذاك الموسم. اذا على البطولات الجماعيه ليش ما اعطيتوها لكارفاخال؟ واذا على الانجازات الفرديه ليش ما اعطيتوها لبيلينغهام؟ اما فينيسيوس لا، ذولا كلهم ما يتقارنون به. فينيسيوس حسم دوري الابطال، فينيسيوس اكثر من صنع، فينيسيوس اكثر من سجل، فينيسيوس قلب الدنيا قلب، اخذ لنا بطولات، ضحك على لاعبين العالم، نزل قيمتهم، متع الدنيا كلها ومتعنا بمهاراته واهدافه وصناعته وحسم المباريات الصعبه والبطولات اللي حسمها. بعد شو يسوي؟ يصلخ لكم، يرقص لكم، يصعد الضغط عندكم. شو يسوي بعد اكثر من يجي تعطون الكره الذهبيه؟ مختصر مفيد. هذا كله اللي سواه فيني ما يفيد بالنسبه لهم، لو يقولب كل لعبه مليون او يصنع مليار او يقلب الدنيا بالنهايه ما راح ينطوك كره ذهبيه، لان الشغله مو شغله انجازات لا فرديه ولا جماعيه، الشغله شغله حروب ما بين بيريز وما بين جيفرين وما بين الويفا وما بين فرانس فوتبول. لان اسباب هاي السرقه السوبر ليج اللي سواه بيريز غصبا على الفيفا والويفا ودعس على روسهم. جيفرين رئيس الويفا هو شريك ويا فرانس فوتبول، فشلون يعطوها لفينيسيوس؟ والخليفي اللي بيريز فعصه واخذ مبابي مجانا، ايش تتوقعون؟ يعوف الريال بحالهم؟ وتعرفون شنو العلاقات ما بين فرنسا وفرانس فوتبول وريال مدريد والخليفي. واشتركت بالسرقه العنصريه ضد فينيسيوس اللي بسبب بشرته السوداء، واشترك بالسرقه فعل ريال مدريد بالجماهير وفرقها وكباتنها ورؤسائها. الريال دمر الفرق، الريال دمر جماهير، الريال دعس على اوروبا، الريال ذل الكل، فاكيد الكل يصير ضد ريال مدريد. يعني كصحفي ككابتن كرئيس نادي حب وصوت واكره وصوت. وتعرفون ريال مدريد ما شاء الله الكره كلها الارضيه تحبه، ايه منطي. اهم شيء العالم كله يدري، الجمهور والكباتن والصحفيين وصوتوا ورؤساء الانديه والعالم كله يدري انه الكره الذهبيه مستحقه لفينيسيوس وليس لرودري. ورودري نفسه هو قال عبالي كذبه ابريل من قالوا لي انت الفائز بالكره الذهبيه، خطي ما مصدق. ده كلامني بوم ميسي من قالت احنا من قالوا لنا الكره الذهبيه ميسي تفاجئنا، لا حجيه مو بس انت تفاجئتي، احنا ب5 منهم كنا متفاجئين. بالنهايه الكل يعرف انه فينيسيوس هو ذا بيست وهو الافضل والكره الذهبيه انسرقت منه، وهم الناس ما خافين هذا الموضوع، عالنيها رسميا قدام العالم بقنواتهم يستهزئون ويسخرون من فينيسيوس جونيور. ففيني ما تقيمه مجله عار مثل فرانس فوتبول، فيني عم الجميع. وخلي اقول لك شغله وتذكرها، راح يرجع وياخذها مره واكثر من مره، خاوى على كل المنتقدين، خاوى على كل المضغوطين، خاوى على الويفا، خاوى على الفيفا، خاوى على جيفرين، خاوى على كل الدنيا، خاوى على كرة القدم، ياخذها وعلى شواربكم.